الأسئلة دي. احنا اسكان الشباب، الأخت أستاذة نهلة بتتكلم في اسكان الشباب. يا جماعة كل قرض جرى نفع فهو ربا. لو الكلام ده هيبقى بقرض من البنك، يعني أولى ليك إنك تتزنقي وتسددي 10 سنين للشركة أفضل من إنك أنت توصلي للبنك بفوائد. هذه مسألة لأني لا تبع ما ليس عندك. هنقول البنك ما لا تبع ما ليس عندك لأنه مش بتاعه. فإذا كان دي الحاجة دي اللي تقدري تسددي على 10 سنوات بهذه الكيفية بدون بفوائد برضو أو يعني بثمن أغلى وكل حاجة، بس لنفس الشركة اللي أنت شارية منها أو لنفس الشخص اللي أنت شارية منه اللي هو صاحب العقار نفسه اللي أنت اشتريتي منه، ده يجوز. أما نحول بقى للبنك وبعدين البنك يدفع لنا كاش وإحنا نروح نقسطه، فإحنا كده دخلنا في مسائل فيها شبهات محرمة. أما إذا كنت لا تستطيعين وليست هناك فرصة لهذا وما عندكيش سكن تعيشي فيه ولا تقعدي فيه، يبقى يجوز لك فعل هذا، لأن هذا يعتبر من باب المضطر، ده من باب الضرورة الاضطرار. فلو أنت في حد الاضطرار أنت بتحكمي بتعملي الكلام ده، أنت لست في حد الاضطرار يبقى توقعي نفسك في الحرام لو فعلتي هذا. الأخت أم أحمد بتقول على صلاة الفجر لما تطلع الشمس، احنا عندنا أو في وقت أداء وقت قضاء. وقت الأداء اللي هو ما قبل طلوع الشمس، ما بعد طلوع الشمس ده بيسمى وقت القضاء. طيب هل ده يحتسب لك حاضر ولا مش حاضر؟ يحتسب لك حاضر لو انت كنت نايمه وما سمعتيش الأذان، للحديث من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها فإن الله يقول وأقيموا الصلاة لذكري لا كفارة لها. في النص بيقول كده لا كفارة لها إلا ذلك. يبقى ده يحسب ليكي حاضر لو انت كنت نايمه وما سمعتيش خالص. أما إذا سمعت الفجر وما قمتيش وما صليتيش في أول وقت لغاية لما الشمس طلعت فهذا يعتبر قضاء وليس حاضرا. الأستاذة أسماء اللي بتقول ابنها كسر إزاز العربية، النص بيقول من أتلف شيئا فعليه إصلاحه، فكان الأولى بيكي بارك الله فيكي مهما كان يحصل من مشاكل أو من كلام إنك أنت تحاولي تصلحي هذا الشأن الذي عملتيه. لكن إذا في وسيلة تستطيعين من خلالها حد من أهل الخير كويس يعني يقدر يتدخل في هذا المجال، وإن أنت عندك استعداد لدفع التكلفة بتاعة الإصلاح هذا أو طلب السماح منهم، إذا في وسيلة بدون إحداث فتن أو مشاكل يمكنك فعلها وده أفضل. تجيب حد من أهل الخير هم بيحبوه الطرف الثاني اللي ابنك كسر لهم الإزاز، وتحاول إن أنت تعاقبيه على هذا عشان ما يقعدش يكسر عربيات الناس كلها. الأستاذ عماد الوشم اللي على إيده، طبعا أنت إذا كنت تستطيع أنك أنت تحذف هذا الوشم من على يدك فهذا من باب أولى إذا كنت تقدر تشيله. أما إذا كنت لا تستطيع أن تحذفه وإن ده هيسبب عليك ضرر أو آخر لا بأس في ذلك، على أنه ينبغي أن تستر يدك عند دخولك الحمام، يعني احتراما لله ولرسوله وأدبا وتأدبا مع الله ومع رسوله. لكن إذا لم يكن هذا ولا ذاك ولا تستطيع ذلك، ما دامت النية ليست موجودة في أن المقصد في هذا هو الإهانة أو الامتهان، وطبعا حاشا إليه ذلك يعني أو كذا، فهذا لا بأس به، لأن اعتبار النية في المسائل دي مهم جدا. فإن لم تكن النية هكذا فلا بأس بذلك. واحد دخل الحمام مع المصحف وبعدين فوجئ بعد ما خرج إن معاه المصحف، طب يعمل إيه؟ هيخرج يطلع يعمل يكمل عادي، لأنه لم يكن يقصد أن يمتهن هذه الآيات ولا يفعل ذلك. فلا بأس. إذا تستطيع أنك تحذفه احذفه، إذا لا تستطيع أن تحذفه من على يدك فلا بأس عليك ولا حرج، ويرزقك الله الخير بهذه النية. الأخت محمد معاها فلوس وبتساعد بيتها. شوفي انت كنت بتعملي كلام كويس ومظبوط، بس يبدو ان حضرتك فتحت ايدك شوية لانك وسعت في هذه المسألة. مساعدة بنتك من خالص مالك كان ده امر جائز، لكن من مال الزوج كان ينبغي ان تستأذنيه قبل ان تأخذي من هذا المال، لانه هو حط الفلوس ديك عشان يعمل بيها حاجة او يعمل بيها مصلحة معينة. فعشان كده انت حضرتك يعني اخطأتي في هذه الجزئية، انك انت انفقتي الى عدد كبير لكن خدتي لاحتياجات البيت، لا بأس في ذلك. وبعدين كان المفروض برضو تعيشي بارك الله فيكي على قدر المستطاع اللي هو بيديهولك، ما دامت الحياة مستمرة وما دام حط الفلوس باسمك يعني معناه ما فيش في نواياه ان يعمل حاجة مش كويسة. انت بقى عليك انك انت تبادري له بالاعتذار، وبس يعني مش على طول، وما تحاوليش انك انت تستفزيه او حاجه. وانصحك انك ما تدخليش حد يصلح بينك وبينه، خليكي انت مباشر على طول في الاصلاح اللي بينك وبينه، وخليكي انت اكثر هدوءا بارك الله فيك، واسال الله ان يصلح فيما بينكما. الاخت ناهد بتقول تقدم لها شاب ازهري ومعاق. طبعا انت بارك الله فيكي يعني مشكورة جدا بهذا الإحساس وبهذا الشعور الطيب، وان ده طبعا شيء يعني طيب جدا منك، انك انت حد من أهل الدين وحد يعني يعمل في مجال الدين أو في مجال الدعوة، وانت تكوني يعني خادمة له أو تكوني زوجة له أو تكوني معينة له على هذا الفعل، فلك من الله سبحانه وتعالى المثوبة والعطاء. لكن احنا عايزين نقول للأخ ان انت برضو تحاول تتفهم هذا الموقف، وان انت تحاولي بصورة او باخرى انك تبين له ان عندك استعداد لهذا، وان انت عندك قدرة على هذا التحمل،
وان انت تقدري، وان هذا العجز سوف لا يضرك في شيء او سوف لا يضرك بشيء. هو الحقيقه يمكن تكون وجهه نظره اني خايف ان يحصل قصور في التعامل او في العلاقه فيما بينك وبينه، وهذا القصور يؤثر عليك فيما بعد. ربما تكون انت، انا نسيت اسالك يا ناهد انت عندك كام سنه، فربما يكون سنك صغير فالموضوع بالنسبه لك مشكله. لكن انا يعني مش هتفهميه قوي، لكن انا اقول لك ان انت ما دمت استخرت الله سبحانه وتعالى فجواب الاستخارة انه ان كان هذا في صالحك ان تتزوجيه فان الله سييسر الامور مهما كانت الاحوال. يعني انت ما دمت استخرتي خلاص. لكن رأيي انا في قبولك لهذا الشخص، وان كنت مش لا اعرفك ولا اعرفه، رأيي في قبولك هذا الشخص ان ده كرم منك وتعقل منك وحكمة منك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك إياها وأن يثبتك عليها. ده شيء لا بأس به وليس فيه شيء من العيب على الإطلاق. معنا مين بقى يا أستاذ أحمد؟ طيب فدي بالنسبة طبعا لأن طبعا يا جماعة لازم نكون واخدين بالنا ان هذا المعاق ما هو ما عملش إعاقة لنفسه في حاجة، ولم يعني دي أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وان المعاق هذا سيتزوج زي الفقير برضه لما هو برضه بيتزوج. لأن في ساعات برضه واحد فقير يروح يتجوز غنية فيرفضه عشان هو فقير، وده كلام يعني مش مفيد. المهم في هذه المسألة الدين، إن إذا أتاكم من ترضون دينه، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهنا المسألة مسألة الدين. فإذا كان الراجل عنده دين في حياته فأرجو إن أنت يا أخو ناهد لا تمنعها من هذا ولا